السلام عليكم. الله يرحمها لما كانت عايشة، كان لما يبقى عندي كويز أو امتحان ميد ترم أو فاينل، قبل ما أنزل من البيت أخش لها أوضتها أقول لها يا حبيبتي أنا عندي كويز ادعيلي. تفضل تدعيلي جدا والله من قلبها. بروح أقسم بالله العظيم بحل أحلى حل. فأنا النهاردة كان عندي كويز وحليت كويس جدا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم دعوات والدتي. كنت بخش من البيت ده الباب، أخش كده والله العظيم اوضتها اهي، والله السلام عليكم يا ام. انت دعيتي لي يا امي صح؟ تقول لي اه يا محمود دعيت لك. ايه طمني. اقول لها فين رجلك؟ فين رجلك يا ام؟ اهو ده كده سرير ماما. تقوم مطلعه لي رجلها كده من تحت البطانيه، تقول لي اهي. افضل ابص في رجلها وفي ايديها وفي دماغها وكتافها، واخدها في حضني اقول لها يا ماما انا حليت الكويز وقفلته. تفضل تدعي لي وتقول لي يا حبيبي الف مبروك ما تحرمش منك، اشوفك ناجح جدا. تفضل تدعي لي وتقول لي يا ابن بطني. احلى دعوه والله، وتقول لي احلى كلام. فالنهارده حليت كويز والحمد لله حليت كويس وهي ان شاء الله حاسه بيا وزمانها مبسوطه ان شاء الله. فانا عاوزكم تدعوا لوالدتي بالرحمه، ما تنسوهاش ابدا وتخلصوا ليها في الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم. الله يحفظك ويبارك فيك والله يا ابني. فيديوهاتك دي بتأثر في الواحد جامد. رب الله يحفظك ويبارك فيك يا ابني والله. فيديوهاتك دي بتأثر في الواحد جامد. ربنا يرحم والدتك. يا ريت اللي مش حاسس بقيمة أمه ومقصر معاها مش هتحس بالنعمة اللي انت فيها إلا لما تروح منك. ربنا يبارك في صحة أمي وأمهات كل اللي هيقول آمين. ابعتها.